بما ان هذا وقت الخوخ اجيو اليوم نحضروا به واحد الطاجين اللي كيجي رائع ولذيذ. كنتمنى كاملين تابعوا معايا المراحل والطريقه ديال التحضير، وما تنساوش تابونوا في القناه ديالي وتفعلوا زر الجرس. كيف ما كيبان لكم كيجي واحد البنه اللي رائعه البنات في هذا الطويجين، وداك الخوخ كيجي معسل ولذيذ وبواحد الطريقه اللي مبسطه وسهله. كنتمنى تابعوني حتى الاخر ديال هذا الفيديو. انا هنايا خدمت الطاجين، ممكن ايضا نتوما ديروا في القميله عادي كيفاش كنحضروا اللحم بالبرقوق، ولكن انا هنا اليوم اختاريت الطاجين حيت عندي كميه قليله. غادي نديروا زيت الزيتون، ومن بعد حتى اللحم ممكن ايضا ديروا البقري ولا الغنمي. انا هنايا اختاريت اللحم ديال القنيه، هو اللي كان متوفر عندي، هو اللي كنت باغيه. اول حاجه غادي نديروا زيت الزيتون في الطويجين ديالنا، ومن بعد غادي نحطوا اللحيمه. كيف ما قلت لكم نتوما تختاروا اللحم اللي بغيتو، انا هنايا درت لحم قنيه. من بعد غادي نخليو نغطيو عليها وغادي نخليوها تقلى شويه بديك الزويته. انا كيف ما كيبان لكم كثرت شويه الزويته، لاننا عارفين كاملين اللحم ديال القنيه كتكون شويه ناشفه، ما كتكونش مدمه. وبالنسبه للتوابل ديالنا اللي غادي نحتاجو سكنجبير، الخرقوم، البزار، قرفه مطحونه، ممكن ايضا نديرو قرفه عواد. عندي شويه ديال الملحه، وعندي الزعفران شعره هو اللي في داك القواعد. من بعد ما تقلات ليا اللحمه كيف ما كيبان لكم هنايا، كنبدا كنقلبها على الجهتين. من بعد غادي نديرو واحد 3 الفصوص ديال الثوم اللي غادي يكونوا مقطعين رقيق، وغادي نديرو واحد القطعه ديال المصير، وغادي ندير واحد 2 معالق ديال البصله اللي غادي تكون مقطعه رقيق. مازال غادي نزيد شويه ديال البصله، ولكن انا هذه غادي نقليها مع اللحم. ومن بعد غادي نضيفوا دوك التوابل كاملين. غادي نديرهم على اللحم، ومن بعد غادي نضيفوا واحد شويه ديال المعدنوس. ممكن ايضا ديروا المعدنوس طري، انا هنا عندي المعدنوس مجمد. من بعد ما ضفنا التوابل غادي نبداو كنقليو ديك اللحمه ديالنا مع دوك التوابل اللي درنا وديك البصيله حتى غادي تقلى مزيان، وغادي تشرب لينا ديك النكهه ديال التوابل. هنايا غادي نضيف واحد شويه ديال الزعفران شعره. هنا عندي الزعفران شعره مطحون. ممكن ايضا نضيف واحد شويه ديال السمن. غادي نبداو كندوروا ديك اللحمه في دوك التوابل، وغادي نغطيو عليها وغادي نخليوها على النار مهيله. من بعد ما تقلى لينا شويه غادي نعاودو ندوروا ديك اللحمه. ودابا غادي ندوزو باش نحضروا الخوخ ديالنا. هنا كيف ما كيبان لكم عندي الخوخ اللي شويه طايب، الا كان عندكم اللي شويه قاصح غادي يكون احسن. هنا عندكم 2 حلول، يا غادي تقسموه على 2، هو الاول عاد تسلقوه، يا غادي تخليوه حتى الاخر عاد غادي تقسموه على 2 باش تحيدوا ليه العلفه ديالو. كيف ما كيبان لكم غادي نعسلو بواحد الطريقه اللي سهله ومبسطه. والا كنتو باغيين الطريقه ديال التعسل ديال الخوخ كيبقى معكم العام كامل، غادي نحط لكم الرابط في صندوق الوصف ديال الوصفه. كيف ما قلت لكم كنعسلوه كنخليوه العام كامل. ممكن ايضا نخدموه في التورات ديالنا ولا في الطواجن بحال هكذا للتزيين ديال اللحم. اول حاجه غادي نديروها غادي ناخذوا الماء، غادي نخليوه حتى غادي يغلى في واحد القميله ولا واحد الكاسرونه، وغادي نوضعوا الخوخات ديالنا كيف ما كيبان لكم. غادي نخليهم تقريبا واحد المده ديال 3 دقائق، غير كتسخن شويه ديك الجلده باش كتحيد لينا بسهوله وكيجينا الشكل ديالو زوين. كيف ما كيبان لكم باقي كاع ما سخن الماء مزيان، وكيف ما كيبان لكم راه بدات كتحيد ليا ديك الجلده ديالو بحال ملي كنديروا ملي كنبغيو نقشروا مطيشه. كيف ما قلت لكم غادي نحط لكم في صندوق الوصف غادي نحط لكم الرابط ديال الفيديو ديال الخوخ معسل كيبقى معكم العام كامل.
من بعد ما تسلق لينا داك الخوخ كيف ما قلت لكم، غادي نصفوه من داك الماء وغادي نخلوه حتى غادي يبرد، ومن بعد غادي نجيو كنبداو كنقشروه. كيف ما كيبان لكم كتحيد لينا ديك القشره ديالو بسهوله، وفي نفس الوقت كيحافظ لينا على الشكل ديالو. وإلا خفتو يخسر لكم الشكل، من الاحسن انكم تقطعوا على جوج من الاول وتحيدوا ليه العلفه ديالو، ومن بعد عاد غادي تسلقوه نص سلقه. هنايا راه قشرته كامل. من بعد هنايا غادي نقسمو على جوج باش نحيد ليه العلفه ديالو. كيتقطع بسهوله. من بعد ما قطعته على جوج كيف ما كيبان لكم هذا هو الشكل ديالو. غادي نديرو في واحد المقلاة اللي غادي تكون ما تتلصقش، ومن بعد غادي نضيف عليه الماء ديالو، داك الماء اللي طلق لينا الخوخ، وغادي نضيف عليه واحد 2 ملاعق ديال السكر، وغادي نخليه على نار مهيله حتى غادي يتعسل. وهادو اللحيمات ديالنا من بعد ما تقلاو فهادوك التوابل اللي درنا، غادي نصايب اللحيمه ديالي، ومن بعد غادي نضيف عليها واحد الكميه ديال البصل، اي كميه كنتو بغيتو. انا هنايا درت تقريبا 2 حبات ديال البصل اللي غادي يكونوا صغيورين شويه. غادي نديرو ديك البصله ديالنا وغادي نغطيو على الطويجين يطيب على نار مهيله. من بعد ما تعسل لينا الخوخ ديالنا كيف ما كيبان لكم كيجي رائع. ممكن بهذه الطريقه غادي نزينوا به الطرات ديالنا، ولا اللحم، ولا بزاف ديال الحاجات، ولا الديسير، ولا كلاص. كيف ما كيبان لكم الشكل ديالو زوين، وصدقوني المذاق رائع جدا. من بعد ما طابت ليا اللحيمه ديالي وتعسلت ديك البصيله وتقلات ليا مزيان، كيف ما كيبان لكم هذا هو الشكل ديالو. كيجي واحد الطويجين اللي بنين ولذيذ. وكيف ما قلت لكم الا كنتو باغيين نتوما تغيروا اللحم، كاينين الناس اللي ما كياكلوش هاد القنيه، الا كنتو باغيين تغيروا اللحم بالغنمي ولا البقري ممكن ايضا ديروها. من بعد ما تقلاو ليا اللحيمات ديالي كنبقى كنسقي ديك البصيله بداك البلو اللي كيكون لتحت حتى غادي تعسل ليا الطويجين ديالي كامل. من بعد غادي نزينو بالخوخ وواحد شويه ديال الكركاع، ممكن ايضا نضيفوا اللوز على حسب الرغبه. من بعد ما زينت الطويجين ديالي كيف ما كيبان لكم هذا الشكل ديالو، والكاميرا راه ما كتبينش داك الجماليه ديال الطويجين. كيف ما كتعرفوا بعض المرات الاضاءه ما كتعطيكش اللون الحقيقي ديال الطاجين. كيف ما كيبان لكم الطويجين ديالنا كيجي معسل وكيجي رائع بهذيك النكهه ديال الخوخ. جربوا هذه الطريقه ان شاء الله غادي تعجبكم. وكيف ما قلت لكم الا بغيتوا تحتفظوا بالخوخ العام كامل تستخدموا بزاف ديال الوصفات بحال الطورات ولا الطواجن ديالكم ولا شي ديسير. غادي تلقاوه في الصندوق الوصف ان شاء الله غادي نحطو لكم. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون راقتكم وعجبتكم وغير جربوها ان شاء الله ما غاديش ندموا عليها. وصلت معكم لنهايه الفيديو، نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير فيديوهات مقبله ووصفات مقبله، وانتظروا دائما الجديد ديالي. وكنتمنى ترجعوا للقناه فيها الكثير ديال الوصفات اللي ممكن تستافدوا منهم. وصلت معكم لنهايه الفيديو، كنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير في وصفات مقبله واطباق مقبله. وما تنسوش تابوناو في القناه ديالي. وسلام في صفه اخرى ان شاء الله.